ده هو ايه؟ واد دون جوان كده مجنن كل البنات وبيمتلك نظام خارق واللي بيديله قوة سحرية كبيرة وبيخليه جامد قوي. ولكن قبل النظام وقبل القوة دي كلها كان عيل ضعيف تعبان كحيان ملوش أي لازمة. فازاي بقى تحول من الشاب الغلبان الكحيان ده للواد الأسطوري والجامد واللي كمان مجنن كل البنات؟ بس قبل ما نبدأ طبعا اذكر الله وصلي على النبي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. ولو وصلنا الفيديو ده لأكتر من 4000 لايك في أول يوم بس هنزل لك الجزء التاني بكرة صديقي. ابسط يا عم. وكفاية كده بقى ومن غير إطالة أكتر من كده تعال أقول لك الحكاية بدأت إزاي يا صديقي. وفي مكان مهجور وفي وسط رعد وبرق شداد جدا بنشوف الطاوي ده وهو بيحاول يسرق الوردة دي، ولأنهم بيقولوا والله أعلم يعني إنها بتقدر تشفي أغلب الأمراض. بس المشكلة هنا إن كان في نمر شيطاني مستهبل عامل نفسه تنين وبيحميها وبيهجم على الطاوي وبالغلط بيكسروا الختم ده. بس ساعتها بقى بيظهر الواد ده وبيكون معاه كلب جميل كده اسمه حنبلة، والنمر الشيطاني بيهاجمه بس الواد ولا بيتحرك، والنمر الشيطاني بقى بيهرب والواد بيناديله واللي هو خد يا عم انت رايح فين؟ خد يالا. وبيقول له معلش بقى يا زميلي تتعوض مرة تانية. والطاوي يا عيني مش مصدق اللي عينه شافته وبيقول له ما تعرفش مكان الاقي فيه عروسة الحنبلة صديقي؟ فبيبص للوردة وما بيرضاش يقول له وبيشرح له عن الورد، بس الواد في حتة تانية واللي هو معلش يا عم حنبلة بقى انا هجيب لك ستها. والطاوي بيكون هيولع واللي هو عادي مش مشكلة في كتير منه، وبيقول له هنقسم الغنايم دي ازاي؟ بس الواد اصلا بيسيبه وبيقول له خد كل حاجة انت. وطبعا انت دلوقتي بتسأل نفسك على الواد ده وايه اللي وصله للمكان هنا. مش مشكلة يا صديقي، تعال احكي لك حكاية الدنجواني. فهو كان حتة طفل مشرد شحات ملوش لازمة الا وفي يوم بيتخبط ببرق وبينقله مكانيا وبيمنحه نظام عالي القيمة، او ده اللي الغلبان كان فاكره. ولكن اللي حصل كان غير كده خالص. في كل يوم بيتصعق لو اتأخر على التدريب وبيفضل على كده لحد قبل ما يجي بكام يوم بيحاول يهرب، بس النظام بيقول له انت رايح فين يا حموكشة؟ بيكهربه والواد بيدخل يذاكر وعاجز قدامه وبيطلع بقى يريح على الشجرة، والمعلم حنبلة بيعانق الارض وكأنها حبيبته. وبعد ال10 ايام الواد فعلا بيقفل ليفينات النظام وبعدها بيخلع من المكان وما بيديلهوش اي حاجة، بمعنى يعني بينصب عليه يا صديقي واللي هو خد ياض يا ابن النصابة. ولكن بيهرب وما بيعرفش يجيبه، والباقي بقى انت عارفه يا زميلي. والواد بقى بيكون قاعد كده بيشويله فرخة بلدي وبيلعب مع صاحبه كده واللي هو انت هتاكل دي ولا اقول لك لا انت هتاكل دي ولا اقول لك لا، وبيفضل على كده بارد يا صديقي. بس بتدخل عليه بقى البت دي وبتقول له ساعدني ارجوك، فالواد بيبص في عينيها كده وبيقول لها انا الدنجوان وادي سمارت مان. فبتقول له سمارت مين يا بابا؟ فالواد بيزعل وبيضير ظهره علشان يمشوا، بس هي بتقول له الوقت فات يا حبيبي، في مزارع شرير جاي دلوقتي وكلنا هنموت. بس الواد ما بيهتمش لكلامها، وفجأة بقى ضباب اسود بيحوطهم من كل اتجاه وبيمسك البت كده باحكام، والمعلم حنبلة بياخد نفس والدخان كله بيختفي والبت بتقع على الارض، والواد بيقول هو فين المزارع الشيطاني ده يا جدعان؟ هو فين يا بنتي؟ فبيروح يمدلها ايده وهي بتبص كده في عينه وبيقول لها قومي يلا. فبتقول له حاضر يا باشا وبتحاول تسأله عن نفسه، بس الواد حنبلة كده بيكلمها تخاطريا وبيقول لها اياكي تسألي السؤال ده تاني. فالبت بتخاف وبتشكر الدنجوان، والواد بيعرفها ان عظمها طري وبيقترح عليها شوية ادوية وتمارين. فبتقول له ان عندها اساسا هشاشة عظام وملعونة بالنار الزرقاء. فبتقول له يعني انا خلاص كده هموت مش هلحق ارجع بيتنا اساسا. فالواد بيقول لها لا دي لعنة بسيطة. فبتقول له يعني ايه هتقدر تفكها؟ فبيقول لها ايوه عيب عليك الموضوع ده هياخد مني دقايق بس. فبيبص كده لحنبلة وحنبلة بيبص له وبيروحوا على البت بالتعبير كده ده، والبت دي كانت رد فعلها بس هو بيقول لها ما تقلقيش، وبيروح عليها بقى بالبرميل ده وبيقول لها ادخلي جواه. فالبت بتقول له لا طبعا وبتبعد عنه. فبيقول لها خلاص
خلاص ممكن نستخدم اوعية اصغر من كده. فبتاخده على بيتها وبيدخلوا والمعلم الشرير بيبتسم، والمعلم ساعتها بقى بيطلع التليفون. فالبت بتقول له هو انت هتصور ولا ايه؟ فقال لها لا، وبيطلع كده برطمانات صغيرة وبيعمل حاجة كده زي الحجامة. المهم خمساية كده وبيخلص، والبت ما بتكونش حاسة بأي حاجة. واللي لفت نظري واستوقفني حقيقي هي الرسمة اللي على الظهر دي. ده انت بارد يالا. المهم البت بقى بتطلع نار من بقها واخيرا بتكون بخير، وبتستخدم قوتها وحرفيا بتكون جامدة جدا وبتشكر هي. والواد بيقول لها الدونجوان دايما في الخدمة، وبيوري لها الفيروس بقى اللي كان مسبب لها المرض، وبيقول لها بعد كده بيستحمي كويس يا ماما، وبيسيبه على الارض. بس الفيروس بقى بيتضخم وبيوصل للحجم ده، والبت بتحذره منه وبتقول له خد بالك. فالواد بيقول لها لا ما تقلقيش، وبسهولة شديدة بيخلص عليه. والبت بقى بتكون مصدومة، والمعلم بيقول لها ما تخافيش دي احدى مهارات الدونجوان بس. فبتقول له ما انا عارفة يا باشا. فالواد بيقول لها تأمريني بأي حاجة تاني؟ فالبت بقى بتقرب منه وكده بس، واثناء كده الدونجوان بيشوف البت دي وهي بتسرق من الحديقة وبيطلع وراها على طول، والبت بتجري وكان وقع البتاعة دي. وعلى حسب كلام الغزالة فهي حاجة كده فاحشة الثراء، وبيجي لها استدعاء. فبتروح لهم الفناء وبيعرفوا ان المسابقة اللي بين العشائر الثلاثة هتبدأ قريب جدا، وهم ما عندهمش حد كويس يشارك. فالعجوز بيقول لها خلاص المركز الاول زي كل سنة هيروح من ايدينا. فبتقول له لا غلطان يا ابو العواجيز، انت ما تعرفش انا قابلت مين. فبيقول لها مين؟ فبتقول له الولد الدونجوان. فبيقول لها ويطلع مين الدونجوان ده؟ فبتقول له ده شخص جامد قوي وقدر يطلع من جسمها السم البارد. فالجد بيستغرب وبيقول لها لا بتهزري. فبتقول له لا صدقني يا جدي انا بقول لك الحقيقه، والصراحه الواد كويس وعسل وكيوت في نفس الوقت، والصراحه كده انا عايزاه يساعدنا. فجدها بقى بيقول لها انا فهمتك يا ست ماشي. وبيروحوا لهناك فعلا وبيلاقوا بيجري ورا الحراميه بالعجله، وبيكون خلاص هيحصلها ولكنها بترجع تبعد تاني، وبتجري شويه وبيقف قدامها الارنب الشيطاني ده. والغزاله بتقول لجدها استنى كده وشوف قوته. فبيقول لها استنى ايه بس، ده ما عندوش اي قوه خالص، ده هيدعك دلوقتي، سيبيني اساعده يا بنتي. فقالت له لا اسكت يا جدي بس واتفرج. واحد اتنين تلاته والارنب بيهاجمه، ولكن بيجيبه من ودانه، واللي هو كويس ده اهو نعمله على العشاء. والقرد والذئب بقى بيهاجموه، فبيجيبهم هما كمان الفنان. والحيوانات بقى بينادوا على الطور المتين، والواد بقى بيستعد كده للطور، ولكن على مين؟ اشرب من البحر يا حزين. والبت الحراميه بقى بتفرح بيه، وعد معايا يا صديقي كده اول 3 حيوانات. والدونجوان بيقول لها هاتيهم وتعالي ورايا. والجد العجوز على طول ما بيصدق، وبيقول بقى للبت الواد ده جاحد. فبتقول له ثواني يا بابا استنى بس اما اظبط نفسي. بس المعلم ما بيستناهاش وبيروح عند الواد وبيشكره علشان انقذها، وبيعرض عليه بقى الجواز منها. بس الواد قال له بتقول ايه انت عايز تلبسني يا بيه؟ فبيقول له لا يا ابني فكر بس. فالواد قال له لا يا عم انا مش مستعد للكلام ده، انا كنت بعمل دوري كمعالج بس. فبيطلع من وراه تنين ذهبي كبير، والعجوز بيخاف. فبيقول له دونجوان ما تقلقش يا عم انا مش قصدي، هتكلم معاك وهفهمك كل حاجه يا برنس، وايا كان اللي البت قالتهولك فهو غلط صدقني. فالراجل بقى بيقرب منه وبيقول له خليني تلميذ عندك. فالواد بيستغرب وبيروح للانسه سهو وبيقول لها هو بيقول الراجل ده انت فهمتيه ايه يخرب بيتك؟ فبتقول له قلت له بس انك جامد. فبيجي الطاوي اللي شفناه في الاول ده وبيقعد كده على الارض وبيروح يقومه. فالعجوز بيستهبل بقى وبينام على الارض. فقال لهم لا بقى يا جدعان هو مش شغل عيال، هو انا مش معلم حد. فالتنين الذهبي بيخاف وبينزل الميه، واللي هو يعني انا ايه اللي جابني هنا، انا رايح فين، انا راجع تاني. وبتيجي بقى الحراميه الصغيره وبتقول له انا كمان تلميذه علشان خاطري. والعجوز والطاوي بقى بيقولوا له اشمعنى، والواد هيطق منهم يا صديقي. وبيحط ايده كده على كتف الحراميه وبيقول لهم هي دي تلميذتي بس. والطاوي والعجوز كده بيتصدموا وبيروحوا علشان ياكلوا سو. وبصراحه يا جدعان الواد فنان تشكيلي بامانه، الرجاله بينزلوا في الاكل فحت وردم، والبت سو من كتر الشطه بتقلب على تنين مجنح. والطاوي هو كمان بيتحول لفارس اسطوري، والنور بقى بيشع كده من كل اتجاه، والعجوز بيرجع شاب من تاني وبيطلع لهم
كلهم لبره وبيقول لهم انستوا وشرفتوا، وبيرجع على الأوضة علشان ينام. بس بيدخل عليهم راجل مجنون وبيرخم عليهم كده، والبت بتسكتهم والواد بينام زي الزومبي. بس واثناء كده بيحصل هجوم مباغت على الملكة والمملكة، والرجالة طبعا بيروحوا يشوفوا ايه اللي هيحصل. وبتكون الطائفة الشريرة فعلا قدرت تخترق الحاجز، وخلاص كلهم هيموتوا. ومن فوق كان العجوز والطاوي بيراقبوهم، والعجوز بيضحك وهو مستحقر مستواهم، وبيجهز بقى لهجوم ساحق وبيظبطهم. وبيقول للطاوي واللي اسمه شو بالمناسبة انت ايه رأيك في الهجمة دي؟ فشو بيقول له ولا ليها اي لازمة، انا هوريك الهجمة بتكون ازاي يا برنس. وبيجمع بقى تعويذة رعدية وهوبا بيدمر شوية منهم، وبيتخانقوا بقى على مين قتل اكتر، واللي في وسطهم بيسلكهم واللي هو اهدوا يا جدعان في ايه بس، احنا كده هنخسر، مش مهم مين قتل اكتر من مين، ركزوا يا جدعان لحسن المنجم يتسرق مننا. فسو بقى بترن عليهم وبتقول لهم الصوت يا رجاله كده الدونجوان هيصحى مننا. فبيقولوا لها تمام، وبيكسروا عظم المجرمين وبيستجوبوهم بقى. بس قبل ما ينطقوا بأي حاجة بيظهر واحد كده على تنين ومعاه بنتين حلوين، وشكل ده هو الزعيم بتاعهم، وباين ان قوته ابدا مش محدودة لا. والواد بقى بيعلي صوته وبيطلب منهم يسلموا المنجم، بس بيسمعوا وبيطلعوا له من الشباك واللي هو ما جرى يا جدعان، هو الواحد ما يعرفش ينام بسلام في البيت ده. بس الواد فعلا بيقلق وبيعرف ان دي نهايته، وبوم بيظهر التنين الذهبي وبيخلص عليهم خالص وبيرجع ينام تاني. ورجالة العدو بيطلبوا منه السماح، ولكن خلاص سمح ساحت يا صديقي. المهم بقى بنرجع لطائفة العدو من تاني، وبنلاقي البنات بيعرفوا الزعيم ان ابنه مات على ايد شخص مبتدئ، فبيتعصب جدا وبيخطط للانتقام. المهم وما علينا يعني، تاني يوم الصبح بنشوف الدونجوان وهو قاعد يتشمس وتلميذته بتهويله. لا دي ما بقتش تلميذة بقى، دي شكلها كده خدامة صديقي. وبيطلع الواد سلاحه وبيفضل يرقص بيه شوية، ولكن في الاخر بيطير منه وبيقول للبت روحي هاتيه يلا. فبتاخد بعضها وبتمشي، بس الواد بيجيبها من قفاها وبيقول لها لسه اللي جاية احلى، وبيقعدها وبيفضل يعزف كده مقطوعة جميلة لدرجة ان كل الناس بيسمعوه. حتى ابو الشاب اللي مات كان سمعها وافتكر ان هم بيهزقوا بيه، وبيغضب كده بقى وبيفعل قوته الشيطانيه. بقى بيشرح للونا على المهاره اللي الراجل ده بيستخدمها، والبرد اللي ما عندوش دم بيكمل عزف على البيانو. والراجل خلاص بيجيب اخره وبينزل عليه وبيكسر له السلاح السري بتاعه ايزي يا مان. فالراجل بيتعصب اكتر وبيهجم عليه زي الاسد المغوار، بس الواد بيتفاداها وبيقوم من تاني وبيهجم عليه من كل الاتجاهات، بس التاني بيتفاداها وعمال بيرقص الكداب. والبت لونا مبهورة منه، بس الواد بقى بيكمل جميله وبيغيب عليه وبيضربه بالنغمة على اليمين وبالنغمة التانية على الشمال، واللي هو خد يا ابن الحلال، وبيضربه وبيمحي من الوجود خالص. والواد بقى بيتفشخر بنفسه، وطبعا لونا بتطبله واللي هو وإن كنت انت طبال فأنا زمار، وياما الليالي الحلوة هتجمعنا يا صديقي. البت بتقول له انت جامد قوي يا اسطى بجد، بتكسر خصمك وبتهينه بكل سهوله. فقال لها ده العادي بتاعي. والخدامتين بقى بيكونوا ماشيين وبيضحكوا علشان قائدهم اللي مات ده، بس هوبا القائد لسه عايش يا حبايب قلبي، وبيسمع كل كلامهم وعرف ان هم كانوا بيسوحوه وان هم اساسا جواسيس، وبيحاولوا بقى يبرئوا نفسهم باي طريقه. بس المكان بيولع يا صديقي حريقه، والعيال يا عيني بيقعوا على الارض، والمعلم بيكمل عزفه على البيانو. والصوت الاول كان لا يطاق، بس بعد كده بقى الى حد ما كويس وبيعالج جروحهم الداخليه. ومن فوق بقى بنشوف ان الراجل اللي لابس طبق على دماغه ده هو اللي ورا كل حاجه. والمصيبه انه ما بيكونش لوحده، لا ده معاه جيش من الصحراء ملهوش اول من اخر يا صديقي. وبيقول لهم يلا اجهزوا يا رجاله، النهارده هنخلص على طائفه تيانهو دي بالكامل، يلا يا شباب جاهزين؟ فبيقولوا له معاك يا باشا. وبيروحوا بقى كلهم
كلهم سوا وبيسألوا لونا عليه، وبتقول له انا المفروض ما ردش عليك، بس لاجل حنبله الكلب والسلام العالمي فيا سيدي يد دون جوان مش هنا. واتاري ان المعلم بقى ركب البسكليتة وخد حنبله وراه وكان منشكح على الاخر. لا بجد عيل مستفز يا جدعان. ولسه بيتبارد على حنبله كده فبيلاقي واحد جاي بسرعه كبيره عليه وبيكسره، بس بيجي واحد من وراه وبيقول له خد بالك من اللي وراك. فبيلاقي جيش جاي عليه وكلهم بقى بيحضروا الاجتماع ده، والراجل القصير ده بيتكلم وبيخطب فيهم خطبه تحفيزيه كده، والعبيط بتاعنا بقى بيفتكروا سباق فبيشيل حنبله وبيطلع يجري. وسع يالا. وواحد عبيط تاني وراه كان شايل حيوان على دماغه، وهو ده بقى اللي حافظ مش فاهم يا صديقي. المهم بقى بيوصلوا والسيد الشباب بيبص عليه وبيقول له انت ضعيف، انا هاخدك انت وانت وانت بس. فالواد بيتعصب وبيقول له اخدت ابو الخنزير معاك ليه؟ بس الواد نورمو ما بيردش، والواد بيمسك في الراجل الكبير وبيقول له اسمعني يا بتاع انت، انا عارف انك راجل كبير، ممكن تفسر لي ايه اللي حصل وليه اخد ابو خنزير وما خدنيش انا وحنبله؟ فبيقول له مش عارف يا ابني، انا جاي هنا علشان اقابل الحكيم اللي هزم قوى الشر زمان. فالشكل المثلثي دوت بيقول انه عدى من هنا النهارده. فبيقول له انا بدور عليه لاني متاكد ان هو الوحيد اللي هيقدر يعالج عيني. فبيقول له لا انا اقدر اعالجها عادي. فبيقول له يا راجل طب يلا حاول كده. فبيمسك الورق وبيكتب عليها الكلب الاول وبعدين الخنزير بعدين هتقدر تشوف من تاني. فالناس بقى بتقرا المكتوب وما بيكونوش فاهمين ايه اللي مكتوب ده وبيتنمروا عليه بقى، واللي هو ها والراجل العجوز بيمسكها وبيفضل يحسس على الكلام واللي كان مكتوب بخط تخين، ولما بيقتنع بالكلام اللي مكتوب وبيصدقه طاقته بتشتغل وبيطرد الروح الشريرة من جسمه، ونظره تقريبا بيرجع له من تاني، وبيشوف كده تهيؤات قدامه وبيشاور عليه وبيقول له انت الاسطوري ده مش كده؟ فبيقول له معرفش، بس مرض عينيك كان حاجة بسيطة وبفضل ربنا قدرت احلها. فبيقول له ماشي، وبياخد بعضه وبيمشي. واثناء كده الشيطان ده بقى بيهاجمه والرجاله بقى بيحاولوا بكل قوتهم يتصدوا له، والمعلم جندوان ولا كان في اي حاجه بتحصل له ومفعل وضع الريلاكس وماشي. وبتظهر له لونا واللي بتقول له اخيرا لقيتك يا عم، كل ده بتشتري بضاعه من السوق. فبيبص وراه فما بيلاقيش حاجه، وكان في ضباب بنفسجي فاصل ما بينهم في المكان، بس بيمشي تاني والمحارب ده بيكون خلاص هيصيبه، بس بتطول منه يا صديقي والمعلم بيتفاداها وبيرقص كده في الشارع، والشيطان مش مصدق كم البرود اللي هو فيه ده، والكاهن الاصلع بقى بيغفله وبيحدفوا على ايه، بس الواد بيبعد وبيقول له مش هكلمك النهارده، بس المره اللي جايه مش هعتقك. فقال له ماشي شكرا يا سيدي. فبيقول له خد بالك على نفسك، وبيتمشى في هدوء، بس بتطلع عليه بقى البت الزنانه دي والواد بيحاول يخلع منها وبيقول لها انا بدور على حنبله. وفي مكان تاني بنشوف القائد بيتخانق مع واحد من مقاتلي الدارك، وحرفيا ما كانش قادر يعمل معاهم اي حاجه، وكان معاه كمان الكاهن شو، وعلى حظه المهبب بيقف قدام الضربه هو وكلبه، بس طبعا ما بيجرالهمش اي حاجه، وبيقول له انت يا جدع انت ما تاخد بالك نعكشت لي شعري يا عم. فبيقول له لا يا عم مش انا، ده الواد منصور. فبيقول له منصور انت هتشتغلني يا حنطور انت؟ امال الخاتم ده بتاع مين؟ فشو بيقول له بتاعه يا باشا، هو اللي كان سايقها وعمال يهق ويمق، وبيلمح البت جايه عليه زي الملهوفه. فبيقول لي شو هديلك الخاتم ده يا اسطى بس ابعدها عني. فبيقول له ماشي. فبيرمي الخاتم لبعيد وبوم بينتقلوا لمكان تاني، ويبقى بيقول لهم احنا فين يا شباب؟ فالراجل العجوز بيقول له انا مش عارف يا ابني، لو اعرف هقولك. وبيمشوا بقى وشو بيقول له ده انت مسكر قوي يا راجل يا عجوز انت، مش ده مكان ضريح الملك الامبراطوري شو؟ فبيقول له مش عارف بس ادينا هنعرف لما ندخل. فبيقول لهم الراجل العجوز هنقسم الغنايم 50% ليا و50% زيهم ليكوا انتوا الاتنين. فايه بقى بيتعصب وبيقول له انت هتشغل دماغك عليا يا راجل يا دب انت، هي هتتقسم 50-50 بس. فبيقول له نعم ده عند ماما يالا. فشو بقى بيتدخل وبيقول له ده راجل كحيان عدمان بائس ملوش حد وعايش لوحده وما عرفش ايه. فبيقول له الموضوع كده تمام. فبيروح على الباب والعجوز بيقول له اوعى يكون فخ يا عم. فبيستنى وبيقول له خش انت يا باشا، وبيدخل وبيلاقوا نور بس جوه، وبيرجع للراجل عديم النظر وبيحاول يقنعه ياخده هو وحنبله معاه، بس الراجل بيقول له يا عم انتوا فوق دماغي، بس انت
انت عارف انت هتروح تعمل ايه هناك؟ فبيقول له لا الصراحه. فقال له هنخلوك تكسر صخور من الجبل وهتشيلها على ظهرك لحد هنا. فبيقول له خلاص مش عاوز يا عم، وبيمشي وهو حزين حقيقي يا صديقي. وبيجري العجوز وراه بقى وبيعتذر له، فبيرمي عليه الجوافه دي، والراجل بيشوفها وبيقول له انت كده زي الفل مبسوط؟ فبيقول له تسلم يا رجوله. والواد بيكون مبسوط بقى انه اخيرا خلص منه. وفي مكان تاني بنشوف البت اللي كانت بتجري ورا الدونجوان وبتقول ان هي السبب في موت عيله سونجو كلها، وبتقرر تخلص على نفسها، وده يعني علشان ما تموتش حد تاني. وبالفعل بقى بتحاول تعمل كده ولكن ما بتنجحش، وبتقع على الارض وبتفضل تعيط. وبيدخل عليها جدها، وبيكون مين يا صديقي؟ هو العجوز الشماط ده. وبتقول له عمي انت اعمى، إيه اللي جابك هنا؟ انت كده هيجرى لك حاجه. فبيقول لها يا بت ما تقلقيش، انا قابلت ولد جامد قوي وظبط لي كل حاجه، تعال اما اخدك ليه، هو اكيد هيخلصك من اللعنه اللي مغلباكي دي. فبتقول له ما تضحكش عليا يا عمي، انا عارفه ان انا كده كده لازم هموت، وان انت وباقي العيله عاوزين تخلصوا مني، انا عارفه ان انا السبب في موت اغلب افراد العيله وكمان اخواتي. فقال لها لا صدقيني الواد ده مختلف. فقالت له ما انت كل مره بتقول كده. فقال لها بقول لك مختلف، ده اللي هيكون على ايده الشفا باذن الله، ده حته عيل دونجوان كده وهو اللي عالج مرض عينيا. فالبت بتفرح وبتقول له ماشي هنروح نجرب يا عمي، يمكن لعل وعسى يكون خير يعني. وبياخدها فعلا وبيدوروا عليه. والمعلم ساعتها كان في المطعم قاعد مستني الاكل، والجرسونه بتقول له استنى يا فندم الاكل خلاص قرب يخلص. وبتحط له سم يا صديقي مش عارف ليه، وبتطلع له وبتقول له كل يا حبيبي. فبيقول لها هو لونه مختلف. فبتقول له ده طبق مميز ما بيطلعش لحد غير الغوالي بس. وبتكون بقى لسه هتهاجمه بس الكلب بيوقع الاكل يا صديقي، والدونجوان بقى بيتعصب عليه وبيقول له اعتذر من الغزاله يلا. فالكلب بيقول لها معلش. فالبت بتقول له ولا يهمك، وبتدخل بقى تعمل طبق تاني بس بتكون على اخرها صديقي. وبيشوفها الراجل العجوز وبنته واللي بتكون مغناطيس المشاكل، وبيقول لحفيدته روح انقذيه يا بت. فالبت بتروح وبتنقذه وبتقول له ما تاكلش، بس المجاري بتطلع بقى وما بتلحقش توصل له. والواد بيبتسم وبيقول لهم هو ده عرض بهلوان جديد عايزين تروقوا على الزباين صح؟ فبتقول له اه يا جدع عرض هايل، ايه رايك في البهلوانه الجديده؟ فبيقول لها لا حاجه بسم الله ما شاء الله متعوب عليها يعني. وبيقول لها هاتي طبق تاني. فبتدخل تكسر الجدار وبتحضر طبق المكرونه بالسم، بس الواد بياكل وما بيجرالوش اي حاجه. وبيقول لها هاتي طبق كمان علشان الطعم حلو قوي. فبتقول له ماشي. وعايز اقول لك بقى هي مصدومه يا صديقي. فبيقول لها مال وشك كده؟ فبتقول له مفيش الميك اب ساح بس. فبيدخل لها على المطبخ وبيقول لها ما ينفعش حد يشوفك كده. فالبنت بتغضب جدا وبتتعصب، والواد مغمض عينه وبيطلع لها حاجه علشان تساعدها، بس في الوقت ده هي اساسا بتهاجمه. بس المعلم يجي يخلص عليها بالصدفه، وبيوصل العجوز وبنته المنحوسه معاه وبيعرفوه ان هي شيطانه وان هم مبهورين بقوته وازاي قتلها من غير ما تشوفه، والسم ايه ظروفه معاك و فبيقول لهم انا بخير الحمد لله، وانت عايز ايه يا عم الجد؟ ولسه هيقول له ما انت عالجت البت خلاص بالصدفه. بس حنبله بيطلع وبيكلمه تخاطريا، واللي هو اياك تتكلم او تنطق باي حرف، خد بعضك وامشي، هو هيتلهي في الاكل دلوقتي وانت امشي من سكات. فبيقول له ماشي. والواد بقى بيحاول يفوق البت بتاعه المطعم علشان تعمل له مكرونه ياكل، واللي هو اصحي يا بت يلا عايزين ناكل وغلاوه امك، ولكن ما بتردش. فالواد بيقول لها لا اكليني الاول علشان خاطري، وبيستخدم قوته وبيفك اختها. والبت بتطمن على اختها وبتطلع الدونجوان لبره وبتقول له خلاص قفلنا يا بابا، روح شوف لك مكان تاني تاكل فيه. فالواد بقى ما بيكونش فاهم هي كرشته ليه بس، وبتديله فلوس وبتقول له ابوس ايدك ما تجيش هنا تاني. فالواد بيقول لها ماشي. وبنت الراجل العجوز بقى بتقول له بما ان السيد دونجوان هو اللي فك لعنتي فانا هتجوزه. فالواد بيسمع سيره الجواز بيفتكر سو وبيطلع يجري من المكان في الحال، وده طبعا بعد ما بيتوههم. وبيقف وبيقول لحنبله اخيرا خلصت منهم. فبيلاقي الراجل اللي طالع بيساله عن صوره الشخص ده، فبيقول له لا يا برنس معرفوش، هو مين المعفن ده اساسا يا معلم؟ بس لا زي ما قلت لك ما شفتوش قبل كده. وبيطلع هو اللي في الرسمه صديقي، بس
بس الراجل بياخد باله منه وبيطلع يجري من المكان، وبيروح للتلميذة لونا، فبيمسك الكتاب السحري ده وبيلاقيه بيحكي عن الانتقال من مكان لمكان. بس يا ترى بقى مين الراجل اللي طلع له ده؟ ويا ترى هيعمل ايه في موضوع الانتقال من مكان لمكان ده؟ ويا ترى هيعمل ايه مع البت الزنانة؟ بس عايز اقولك ان قوته جبارة ومفيش زيها، واللي جاي كله حماس وبس. وعلشان يوصلك الاحداث الجديدة يبقى ظبط بقى الدنيا كده وروق الكلام واشترك في القناة وارزع اللايك الجامد كده للفيديو، والاهم طبعا اذكر الله وصلي على النبي عليه افضل الصلاة وازكى السلام. وبس كده، سلام يا صديقي.